الحجاب يا جماعة. الحجاب صاير مشكلة خصوصا على التيك توك، ولازم له حل سريع. مثل ما شفتوا بالعنوان، الحجاب بده حل سريع. هيدا رابع جزء بعمله عن الحجاب، وبعدني كل ما افتح التيك توك بلاقي محجبين كرمالهم لورا. طب ليش؟ اصلا هيدول ما فينا نسميهم محجبين، هو بدنا نسميهم اشباه المحجبات. يعني هلا ما حنقول هيدي محجبة، حنقول هاي شبيهة المحجبة. يعني تعطي تلاميح انه هي محجبة بس هي منا محجبة، لانه بديننا بالاسلام ما في هيك شيء اسمه حجاب. هذا منه حجاب، او هالشي اللي عم يعملوه هلا اللي حنشوفه بالفيديوهات اليوم اشياء كتير مستفزة، ما خاصة بالحجاب، ابدا ما خاصة بالحجاب. فهلا والله، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم حمزة، رجعت لكم مقطع جديد. ومقطع اليوم حنحكي عن مين؟ عن اشباه المحجبات، مش عن المحجبات. لأن مثل ما بتعرفوا أنا متابعيني اسمهم جيش اللطش، وبجيش اللطش في كتير محجبين، في كتير محجبين. بس دايما بيجوا بيحكوني بيقولوا لي حمزة ليه بتضلك تنتقد الحجاب؟ ليه ما بتحب الحجاب؟ يا جماعة أنا مش قصة ما بحب الحجاب أو عم بنتقد الحجاب لأنه مثلا ما بحبه، لا بالعكس، أنا إنسان كتير بحب الحجاب. بس في هيدول اللي هلا حنحضرهم حتشوفوا انتو، حتشوفوا ليه بنتقدهم. هاو اسمهم أشباه المحجبات. هيدول بس عم يجوا عم يشوهوا سمعة الحجاب، وأنا كحمزة بكره حدا يشوه سمعة الحجاب. إنه تحجبي، ما ضروري تتحجبي الحجاب الإسلامي إنه مثلا نقاب وهيك. ما عم بقلك رح تحجبي هيك، تحجبي حجابك، احترمي حجابك، احترمي انه انت بس لابسه حجابك، ومش تعملي هالاشياء اللي هلا حنحضرها. فبفيديو اليوم حنحضر هيك اشياء، وانتوا اعطوني رايكم اذا تستحق اني انتقدهم ولا لا. واذا بتستحق ما تنسوا تحطوا لي بالكومنتات لاعمل جزء جديد، لانه اكيد انا من بعد ما اخلص هالجزء حارجع الاقي محجبين عم بيعملوا اشياء اخطر من هيك. مع انه اليوم حنشوف شيء يعني اول مره يمكن بنشوفه بهالجزء بهالاجزاء تاعت المحجبين. يعني اول مره بنشوف. واذا اول مره بتشوفوني وحابين تصيروا من جيش اللطش، حطوا لايك، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس. اهم شيء الجرس يا جماعه. اذا بدكم ما تشتركوا بالقناه ولاقوا طريقه انه تفعلوا الجرس ما عندي مشكله، المهم تفعلوا الجرس واعملوا شير، لانه باخر فيديوهات ما عم لاقي هالتفاعل الكبير. فاعملوا شير لان شيركم بجيب غيركم. وما حطول عليكم اكثر بالحكي، ويلا خلونا نلطش اشباه المحجبين. جيش اللطش is here mother brother. والمحجبة بدها تطلع على التيك توك وبدها تغني وبدها ترقص. والمحجبة بدها تطلع على التيك توك وبدها تغني وبدها ترقص. اصلا انا شفافي طبيعيات. بدها تعمل اللي بدها اياه ودقي راسك بالحيط. ما عجبك روحي انتحري. هي قصدها انه المحجبة عندها حرية شخصية، والمحجبة بتقدر تعمل اللي بدها اياه. وانا ما عم بقول هالشي غلط، المحجبة بتقدر تعمل اللي بدها اياه، بس مش حيلا شي بدها اياه. لان بالاخير في شي اسمه احترام لحجابها، وفي شي اسمه لازم تحترم حجابها، لازم تحترم دينها. هي ليه لبست هالحجاب؟ مش لازم تكون قده؟ وهلا بهالفيديوهات اللي بعدها حنشوف بنات عم ترقص على التيك توك مثل ما انت عم بتقولي، وبنات عم تعمل اشياء على التيك توك. حنشوف كلياتهم هول الاشياء، وانت اذا عم تحضر الفيديو قليلي مزبوط هالاشياء ولا لا. تعالوا نحضر. يا الله، عم برقص على التيك توك ما عم جيب لايكات وفولو، عم نزل صوري ما عم جيب لايكات وفولو، عم نزل وجهي ما عم جيب لايكات وفولو. شو بدي اعمل لجيب لايكات وفولو؟ اجتني فكرة. اعملوا لي لايك وفولو، شو بينا ولو الله، شو بينا ولو الله. يعني فقدت الامل وين وجهك؟ رحتي على وجهك التاني ولا كيف؟ يعني تعالي قولي لي هلا كمان هيدي حرية انت هديك اللي كانت عم تحكي باول الفيديو، تعالي قولي لي حرية شخصية هلا كمان انه البنت عندها حرية شخصية انه تلبس حجاب وتعرض طيبة قلبها. برجعنا ليك وهنعلم تاني فيكم ضاربين دايما عليك كل المجال. رجعنا ليكم الريمكس المحجبة، ومش حيلا محجبة، ومش حيلا حرية شخصية، ومش حيلا ريمكس المحجبة مع عباية. حياة ربك قليلي انه انت مش لابسة عباية وعم تمزحي معنا، قليلي هيك. طب يلا الدنيا زيطة وهنعمل لك بسيطة، سمينا الخريطة معروف مين التقال.
كمان هاي حرية شخصية، هاي بنت محجبة لابسة عباية على اساس انه ملتزمة بتطلع بترقص على التيك توك، هاي حرية شخصية. البنت بحق لها تطلع ترقص، بحق لها تطلع تعمل اللي بدها اياه على قولة مين؟ هيدي اول وحدة طلعت معنا باول فيديو. شو بدنا نسميها؟ لازم نسميها شي، لازم نسميها بوتوكس تبعيات، انه هي على اساس هيك بحق لها تعمل اللي بدها اياه. ومن ورا كلمة بحق لها تعمل اللي بدها اياه وحرية شخصية، ومن ورا انه التيك توك سامح لهول يعملوا اللي بدهم اياه، شوفوا شو صار. اجت بنت شو كتبت بالكومنت؟ الحمد لله على نعمة المسيحية. يعني تشويه اكتر من هيك للاسلام بطل فيه. جماله جماله يقبرني جماله يا أحلى صبي. جماله ما خصناش بالجمال، وهالمرة ما حنحكي عن الحجاب، ما حنحكي عن شي، بس حنحكي عن البنت اللي محجبة ككاركتر، انه هي محجبة والباك جراوند اللي وراها، يعني هالاشياء اللي وراها. مثل انا مثلا وراي جرايد، هي وراها علم فلسطين من ميلي، واكيد انا بقول انه هي ما بتمثل الفلسطينية، لانه الفلسطينية كل الحب والاحترام لإلهم وانا بعرفهم كيف، واكيد منهم هيك. والميلة الثانية في اشياء ما بديش اقول اسمائهم، انتو شوفون، يعني حاحط لكم اياهم بالصورة هون، حطيتهم وراه. هيدي ما نجح معها وجهها، وما نجحت معها طيبة قلبها، وما نجح معها شي لتجيب فولور، فشو عملت؟ صارت تحط هالاشياء وراها كرمال العالم تفوت لعندها وتقول لها شو هالشي اللي وراكي؟ في هذا وراكي، يمكن بفيديو بتنام بثلاثة على اساس انه منا منتبهة، بس فتت شفت كل فيديوهاتها، بكل فيديوهاتها حاطتهم تقريبا، ورجع صار في تطور، والتطور هو تشوفوا هالفيديو. متى ما شفته كانت قاعدة عم تقول جماله جماله، طور الموضوع بعده علم فلسطين وبعده انه هدول الاشياء وراها، بس اللي صار شي زيادة، انه لبست كنزة شفافة ومبين الستيان من تحتها، مبينة واضحة يعني شوفوا هالصورة، لونها ظهره ابيض كمان، شوفوا لأي درجة. وغير هيك كمان عم ترقص، كمان رجعت اتطورت، بس هي المهم عندها حرية شخصية. البنت بحق لها ترقص، بحق لها تعمل كل شي بدها اياه، وهي محجبة على التيك توك. خليني ريلاكس، شوف الفيديو اللي بعده لانه تطورت اكتر. اسمع تقبرني تقبرني. يعني ما نفعت معها علقتها ورا، ما نفعت معها انه لبست شفاف وبينت نتفة، لا، صارت تلبس الكنزة وتلبس فوقها. ليش؟ لحتى تجيب شوية فولور وتجيب شوية لايكات والعالم تتفاعل عندها وتسب لها نتفة، فهي بتطلع. ليه عم تضحكوا؟ شو في عم تضحكوا؟ انه هي احسن مني، يعني هي لابسة الستيان فوق الكنزة تتفاعلوا عندها وتحطوا لها لايكات، وأنا لاني لابس البروتيل فوق كنزتي. لا، البروتيل اللي بينلبس تحت الكنزة، لا، البروتيل اللي بينلبس من فوق. هيك الموضة هالايام، شو بيكن؟ ليه عم تضحكوا؟ حطوا لي لايكات، تفاعلوا عندي، شوفوا انا لابس بروتيل فوق الكنزة، تفاعلوا عندي، كتير حلو. لايكوا شو حلو، موضة هالايام شي حلو كتير يعني الصراحة. اخ لوين وصلنا بس. يعني انا بدي انهي المقطع هون، لان بعد في كتير فيديوهات لمحجبين عم يعملوا هيك اشياء، بس يعني الصراحة هيدول الفيديوهات وجربت قد ما في انه كون هيك ريلاكس وما عصب كتير، يعني وما عصبت اذا شفته، يعني ما عصبت بالمرة، فبالعادة كتير بعصب على هيك اشياء، بس يعني عم جرب كون انه رايق بالفيديو كرمال اعطيكم شي حلو. فهيك بكون وصلنا لهذا مقطعنا، واهم شي الحرية الشخصية. اهم شيء انه البنت بحق لها تطلع ترقص على التيك توك، بحق لها تطلع تعمل اللي بدها اياه. شفتوا؟ لهون وصلنا بس من ورا حريتكم، ومن ورا انه بحق لها تعمل اللي بدها اياه. نحن ما عم نقول انه البنت ما عندها حرية، اكيد عندها حرية، بس مش لهون حريتها. بهيك بكون وصلنا لنهاية مقطعنا. اذا عجبكم هالمقطع ما تنسوا تعملوا لايك، وصلوا هذا المقطع 250 لايك، وحاعمل لكم جزء تاني لان بعد في كتير فيديوهات. الله يعيني بالجزء التاني، بس وصلوا هذا المقطع 250 لايك وحاعمل لكم جزء تاني، واكيد تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، كتير مهم الجرس يا جماعة، كرمال بس نزل فيديو جديد يوصلكم الاشعار، وتعملوا شير لان شيركم بجيب غيركم. خدوا هالمقطع بعتوا لكل رفقاتكم، لانه المقطع كتير مهم وفيه افادة الصراحة، فاذا بعته لرفيقك او رفيقتك كتير منيح.
وحأترككن هلأ تحطوا بالكومنتات شو تعليقكن على هول البنات المحجبين اللي مرقوا. وكان معكم حمزة، السلام. والمحجبة بدها تطلع على التيك توك وبدها تغني وبدها ترقص